القضيه حماضت ديال بصح الاخوان ما بين الهند وباكستان، والعالم كامل حاليا كيستنى شنو غادي يوقع. ولكن قبل ما نعرفوا شنو غادي يوقع، واش تسالتوا كيفاش بدات القصه وشنو اللي خلى هاد جوج جيران يوصلوا لهاد الحاله ديال يا انا يا انت؟ باش تفهموا دروينه كامله خصنا نرجع شويه اللور. الهند وباكستان ومعهم حتى بنغلاديش كانوا في الاول مجموعين في بلاد وحده، من بعد بنغلاديش شدت طريقها بوحدها ولات دوله مستقله، وراها الهند وباكستان حتى هما تفرقوا. ولكن فاش كانوا كيتقاسموا الحدود ناضت مشاكل على كشمير، كل واحد كيجور لجهته وكيقول انا اللي ناخذها. هاد كشمير كثرت الناس اللي ساكنين فيها مسلمين، وفي الاخير تفاهموا يقسموها بيناتهم، طريف الهند وطريف الاخر لباكستان. ولكن المشكله هي ان هاد كشمير عمرها ما تهدنت، والناس تما ما عجبهمش داك التقسيم وبقاو مقلقين. من تما بدات كتظهر شي مجموعات كتهز، شي وحدين كيسميهم المقاومه، وشي وحدين كيقولوا متمردين، بحال واحد الجبهه معروفه سميتها جبهه المقاومه الكشميريه. هادو كيديروا عمليات هجومات ضد الهند. وعلاش كيديروا هادشي؟ عندهم جوج حوايج باغيين يوصلوا ليهم، يا اما كشمير تساقل براسها وتولي دوله، او تنضم كامله لباكستان حيت هما مسلمين وباكستان دوله اسلاميه، كيقولوا نكونوا مع خوتنا. الهند طبيعي كتهم باكستان باللي هي اللي كتعاون هاد المجموعات بالفلوس والسلاح باش يضربوا في الهند. باكستان كتدافع على راسها وكتقول لك لا، انا غا كندعمهم في حقهم باش يقرروا شنو بغاو يديروا في حياتهم. هاد المجموعات بدات تقريبا في عام 1989، يعني القصه قديمه. دابا شنو الجديد اللي خلى هاد القضيه تشعل عاوتاني؟ القصه جديده بدات هاد الاسبوع نهار الثلاث اللي فات، في واحد البلاصه كيجيو ليها السياح كاينه في الجبل في كشمير سميتها بهالغام. بلاصه صعيبه باش توصل ليها، خاصك يا اما تمشي على رجليك مسافه ولا تركب فوق شي عود. كان تما واحد الجروب كبير ديال السياح، الاغلبيه ديالهم هنود. على غفله خرجوا عليهم شي ثلاثه هازين، قالوا ليهم نتوما كتدعموا مودي اللي هو الرئيس ديال الهند، وبداو كيضربوا فيهم بالقرطاس. وفي هذه الكارثه ماتوا تقريبا 26 واحد، و25 من الهند وواحد من نيبال. وطبعا هذا الخبر طاح على الهنود بحال شي صاعقه. الرئيس الهندي ناريندرا مودي كان ديك الساعه في السعوديه في شي اجتماعات، ديك الساعه قطع الزياره ديالو ورجع بالزربه للهند، ومن ثم الامور تشعلز دقه واحده. وزير الدفاع الهندي خرج كيغوت وكيتوعد بالانتقام من هذوك اللي داروا ديك الفعله ومن كاع اللي كيحميهم وواقف معاهم، يعني بحال كيهضر مع باكستان بلا ما يسميها. وزير الدفاع الباكستاني حتى هو ما بقاش مربع يديه، خرج حتى هو وقال للهند الا بغيتوا المواجهه حنا راه واجدين ليها وما غاديش نتسوقوا لشي واحد يضغط علينا من برا. وحتى الرئيس الهندي مودي توعد باللي غادي يقلب على دوك اللي داروا داك الشيء حتى لاخر بلاصه في الدنيا. في نظركم واش القصه حبست غير في الهضره والتهديدات؟ لا، الامور زادت سخنت. الهند بدات كتفرض عقوبات قاصحه على باكستان. اول حاجه حبست العمل بواحد اتفاقيه قديمه كانت بيناتهم على قسمه الماء ديال شي وديان كبار كيدوزوا بيناتهم. هاد الوديان راه مهمين بزاف لباكستان، كيجيبوا ليها تقريبا 80% من الماء اللي كتحتاج للشرب والسقي. باكستان ملي سمعت هادشي هدت الهند وقالت ليها الا قطعتوا علينا الماء غادي نعتبروها بحال اللي الا اعلنتوا علينا الحرب. الهند ديك الساعه ناضوا جراو على المسؤولين الدبلوماسيين الباكستانيين اللي خدامين في الهند وما بقاوش كيعطيو الفيزات للباكستانيين باش يدخلوا للهند، وزادوا طلبوا من كاع الباكستانيين اللي كاينين في الهند يجمعوا حوايجهم ويخرجوا، وسدوا حتى الطريق الكبيره اللي كتربط ما بين الهند وباكستان. باكستان حتى هي ما سكتش ليهم، ردت ليهم الصرف بالدوبل، دارت نفس العقوبات اللي دارت الهند. حتى هي جرت على الدبلوماسيين الهنود وطلبت من الهنود اللي في باكستان يخرجوا في ظرف يومين 48 ساعه، وزادت عليهم جوج حوايج اخرين خطيرين بزاف. سدت السما ديالها على كاع الطيارات اللي جايه من الهند ولا اللي ماشى ليها، وحتى الطيارات ديال الدول الاخرى اللي غادايزه من تما بيناتهم. قطعت العلاقه التجاريه مع الهند، يعني لا بيع لا شراء. وزيد على هادشي كامل باكستان بدات كتحرك الجيش ديالها والدبابات جهه الحدود، والهند حتى هي دارت نفس الشيء وجمعت العسكر ديالها. والكارثه الكبيره هي انه بصح وقع اول شباك بالقرطاس ما بين العسكر الهندي والباكستاني على دوك الخطوط ديال الحدود في كشمير صباح نهار الجمعه. كل واحد فيهم كيلوح اللوم على الاخر. باكستان كتقول الهند هي اللي بدات كتضرب، والهند كتقول لا باكستان هي اللي بدات. واخر اخبار اللي وقعت سماي واللي خايبه بزاف هي ان الهند بصح دارت هجوم كبير على باكستان. قالوا باللي ضربوا شي بلايص ديال دوك المجموعات الكشمير اللي تحت السيطره ديال باكستان وحتى باكستان لداخل. كيقولوا هادشي كرد على ديك الواقعه اللي وقعت للسياح. باكستان كتقول لا، الهند ما ضربت لا مستحيل لا والو، ضربت غير الديور ديال الناس العاديين. باكستان دابا قالت لك اودي حنا مستعدين مزيان، والهند غادي تشوف رد عسكري غادي يضررها ديال بصح، وراهم كيوجدوا فيه دابا. وزادت سدت الاجواء ديالها كامله لمده يومين، يعني بحال كتقول راه الرد ديالنا جاي في هاد اليومين. الهند من جهتها الرئيس مودي قال لك داك الماء اللي كيمشي من الهند لباكستان غادي يقطعوه وغادي يستعملوا غير الهنود لداخل.
دابا المشكل اكبر هو ان هاد جوج دول الهند وباكستان بجوج بيهم عندهم نووي، يعني الا ناضت بيناتهم بصح في شي حرب كبيره غير الله يحفظ وصافي، تقدر تكون كارثه على العالم كامل ماشي غير عليهم هما. الامم المتحده خرجت كترغب فيهم يبردوا شويه ويضبطوا الاعصاب، امريكان وقفت مع الهند وقالت كدعمها، الصين وروسيا اللي صحاب مع باكستان حتى هما كيحاولوا يتدخلوا باش يهدنوا الامور. ديك الجبهه المقاومه الكشميريه اللي هضرنا عليها في الاول خرجت وقالت هي اللي دارت ديك العمليه اللي صفاتها للسياح، وباكستان كتقول ما فخبرهاش وما عندها حتى شي علاقه بداك الشيء. دابا كلشي جالس كيستنى باش يشوف الرد ديال باكستان كيفاش غادي يكون وشنو غادي دير الهند من بعد. القضيه حامضه ديال بصح وبزاف ديال الناس خايفين هادشي يتطور اكثر ويخرج على السيطره. كنتمنوا من الله السلامه ليهم بجوج، حيت الا شعلت العافيه ديال بصح راه حتى واحد ما يسلك منها.